التقليدي والغرب نمبر 1. والنقطة الثانية أن الحضارة الغربية هي امتداد للحضارة اليونانية. 2. وقلت 3 إذا قلت الغرب نقدي والشرق تقليدي، وقلت الثالثة الذي أراها نحن عالم العالم الآخرين، نحن عالم الآخرين حتى طبعا لا إطلاقا. ونقول لك النقطة الأولى، أولا أنت عندما تتكلم على الحضارة الأوروبية تتكلم عن الحضارة الغربية نسيت الحضارة الأندلسية. الحضارة الأندلسية الكبيرة إذا تعرف مصدرها، نحن العرب ونحن المسلمين أول من اخترع العلم التجريبي experimental science. اوكي؟ لازم تعرف العلم التجريبي كيف جاي سيدي الكريم. سيدي الكريم ان العلم التجريبي عندما الفاتحين خرجوا من شبه الجزيره العربيه التقوا بالحضاره اليونانيه اللي كانت معظمها حضاره نظريه. الحضاره والفلسفه الاغريقيه كانت حضاره نظريه. عندما الفاتحين خرجوا من شبه الجزيره العربيه سيدي الكريم التقوا الا بهذه الحضاره بعض الحضارات السينيه. الصحابه عندما الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نزلت 10 ايات لازم يتعلموها ويحفظوها ويطبقوها. العلم التجريبي هو علم تطبيقي، هو جاء اصلا من القران. الصحابه عندما خرجوا والتقوا بالحضاره الاغريقيه شوف ماذا قالوا؟ قالوا معنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان اي شيء نظري لازم يطبق. ومن هذا وقع بني الحضاره في الاندلس مبنيه على العلم التجريبي. وهذا كلام سيء الكلام. انت عندما تقول ان الحضاره الغربيه امتداد للاغريق نسيت نحن العرب we generated the experimental science بسبب هذا المفهوم الديني. اختصر لو سمحت نحن ليس عالم، لا ليس كلام مهم جدا ما كنت عليه اصلا في المحاضره بتاعك اللي هو اعتراف بالغرب ان الحضاره المعاصره ما هي الا امتداد من حضاره الاندلس. شكرا. ليس غريبا ان يقول هذا لان ما قاله مشبه ايضا ما تقوله العجائز والاطفال. كلكم ولهذا التصفيق ايضا جاء حارا لانه يدقق عواقبه، لانه يقول لنا اننا نحن الحضاره، نحن اهل الحضاره وليس. اجابه سيدي الكريم لا تكن بهذا الشكل، جاوب على كلام سيدي الكريم. I have to leave you. Bye.